يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم مع أكلة الكباب هندي. كل اللي بيعرفها طبعا كباب هندي مع رز بشعرية، وبناكل جنبها اللي بدنا إياه. أنا بحب جنبها الفليفلة والمخلل خيار وكم حبة زيتون. وهلأ تعوا معنا لنشوف المقادير. طبعا الكمية اللي انتم بدكم إياها بتحطوها، بس أنا اليوم حأعمل كمية صغيرة. نص كيلو لحمة هبرة، 50 جرام لية، كيلو بندورة، وعندي كاستين تقريبا رز وشعرية وملح وفلفل وزيت نباتي ونص معلقة دبس بندورة وبصلة واحدة ومعلقتين سمنة. وهلأ بدنا نغلي مي ونحطها فوق البندورة مشان يسهل علينا تقشيرها. أنا طبعا مجهزة المي غليانة من قبل، وغمرت البندورات فيها من هون لحتى تمضى نص ساعة بكون تبلت اللحمة وجهزتها أصابع صغيرة. هلا حطينا طبعا اللحمة وفوق اللية والملح والفلفل وقدر معلقة أو أكتر زيت نباتي. طبعا لقيتوها ناشفة بتحطوها كمان معلقة تانية، بس أنا بظن مع اللية بتكفي معلقة. وهلا بندعكها هيك بهالطريقة الحلوة هي على ذوقكم طبعا. هلا بعد ما خلصناها بدنا نبلش نشكلها أصابع صغيرة. سموها كباب هندي لأنه هي بتنعمل باللحمة الناعمة اللي بنعمل فيها الكباب، بس ليش سموها كباب هندي لا تسألوني. وهلا بعد ما تقريبا يعني جهزنا الكمية، راح نبلش نفرم البصلة جوانح كلياتنا. طبعا بنعرف كيف البصلة جوانح وكيف ناعمة كيف خشنة شوي. أنا لا بحبها جوانح مع الكباب. وهلأ صارت الدندورة جاهزة لأنه نقشرها. كب المي اللي عليها طبعا، شايفين كيف تقشر معنا بسرعة بالمي السخنة، ما بتغلبنا أبدا. وبنفرمها، أنا بحب أفرمها ناعمة ناعمة. في ناس بتفرمها أخشن شوي، بس أنا لأنه البندورة ما لها يعني موسمها، فبفرمها شوي ناعمة مشان يعني تدبل بسرعة معي. بتعرفوا البندورة الصيفية غير البندورة الشتوية. هلأ صارت البندورة عندي جاهزة. حطينا معلقة يعني نص كمية السمنة، وبلشنا هيك نقلبهم شوي شوي. طبعا ما بسويهم استوى كامل، يعني 75% من الاستواء، لأنه حيكملوا استواتهم بالبندورة. وهلأ بعد ما قلينا البصلة شوي تقليبتين ثلاثة باقي السمنة والزيت، نحط البندورات فوقها ونتركهم طبعا يغلوا على نار هادية. وبس نحسهم دبلوا شوي بنرش الملح. شايفين كيف هلا حسيناها يعني تقريبا 75% استوت. لقيت لونها فاتح مثل ما خبرتكم، هي مالها بندورة صيفية يعني مالها بموسمها، فحطيت لها معلقة دبس بندورة بيعطيها لون أجمل. وهلا بعد ما حركتها شوي عشان تدوب الدبس البندورة، برش عليها زدت أنا شوية مي قبل ما رش الفلفل. زدت شوية مي لأنه شوي ناشفة البندورة الصيفية. هلا رشينا شوية فلفل عليها وقلبنا الفلفلات طبعا مع البندورات. وهلا بدنا نحط قطع اللحمة بهالطريقة هي. انتو طبعا بتحطوها مثل ما بدكم، انا بحب يعني رتبهم بطريقة حلوة مثل ما حضرتكم شايفين. شايفين لي هالمنظر ما احلاه. وهلا طبعا كمل استواتها وين بالفرن، نرجع لكم بعد شوي. هلا صارت عنا جاهزة هيك للأكل، يعني منظر بيحكي لحاله ما في داعي يحكوا. إذا عجبتكم طريقتي سهلة كتير. دعموني باللايكات والشير، وأهلا وسهلا فيكم مع تهاني بقناتي الجديدة. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم مع أكلة الكباب هندي. كل اللي بيعرفها طبعا كباب هندي مع رز بشعرية.